السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بحبايبي، أهلا بكم مرة أخرى مع البث المباشر. كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. كيف تفوز؟ قلنا النهاردة محاضرة النهاردة مفاجأة، وهي ورب الكعبة مفاجأة إن شاء الله. عنوانها كيف تفوز بليلة القدر 100,000 مرة في كل عام. والله ليس من نسج الخيال وليس من التخاريف التي تذكر أحيانا على السوشيال ميديا. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في البداية بقول فضل الله واسع، وممكن الإنسان يعمل أعمال ويتحصل على حسنات تعجز حتى الملائكة عن كتابتها. إزاي ده يا شيخ محمود؟ اسمعوا للحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي بإسناد حسن، أن رجلا من الصحابة كان رضي الله عنهم جميعا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، قال ذلك الصحابي ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هو أول مرة يقول الكلام ده وما سمعوش أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي من صلاته قال من قائل تلك المقالة؟ فسكت الصحابي ظن أنه فعل شيئا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرة الثانية في الثالثة قال النبي سألتكم بالله من قائل تلك المقالة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، أتوب إلى الله عز وجل، هل فعلت شيئا؟ يعني أنا عملت حاجة غلط؟ قال كلا، ولكنك قلت كلمة عضلت بالملكين، ملكين الحسنات والسيئات، فصعد بها إلى الله عز وجل فقال يا رب عبدك فلان قال كلمة لم نستطع كيف نكتبها. يعني احنا معروف ان الحسنة ب10 أمثالها والصدقة ب700 ضعف، لكن كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك احنا مش عارفين ديت الحسنات بتاعتها قد ايه. فقال جل وعلا وهو أعلم ماذا قال عبدي؟ قال الملكان لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. يعني انتم مش هتعرفوا أجر وقدر الحسنات المترتبة على هذه الكلمة، لأنه لا أحد يستطيع أن يحيط بمدى عظمة جلال الله وعظمة سلطان الله سبحانه وتعالى. هكذا فالإنسان ممكن يتحصل على حسنات ما يستطيع حتى الملائكة أن يكتبوها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهناك أعمال والله لا يعلم ثوابها إلا الله. معقول يا شيخ؟ والله العظيم في أعمال لا يعلم ثوابها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من الأولياء، لا يعلم ثوابها إلا الله. زي إيه يا شيخ محمود؟ ادينا أمثلة سريعة كده. زي مثلا الصبر، قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حد عارف بقى أجر الصابرين؟ لا، ما حدش يعرف. زي الصيام اللي احنا فيه دلوقتي ده، تمام، حدش يعرف أجر الصيام بالمرة، لأن الصيام من الصبر. وقد قال جل وعلا كما في الصحيحين في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الجزاء لأنه جزاء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. زي إيه كمان؟ زي العفو. المولى عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولم يحدد. زي الإصلاح بين المتخاصمين، برضو قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ولم يحدد. زي ايه كمان؟ زي الصلاه في المسجد الحرام، محدش يعرف اجرها الى يومنا هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح صلاه في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاه في مسواه، ولم يقل ب100,000. واضح كده؟ افضل من 100,000. طيب وبرضه الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي خير، ما قالش ب1000، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الله أكبر. وزي إيه؟ زي اللي بنتكلم عنه النهاردة، زي ليلة القدر. إن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن يقول
ليلة القدر ب1000 شهر لقالها. وكل لفظة في القرآن يعني يعنيها المولى عز وجل، ومستحيل إنك تعرف تبدل لفظة بلفظة. يعني القرآن يعني ما فيش حرف فيه إلا وهو مقصود، وإلا وله دلالة ومعنى عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل قال ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني وقلنا قبل كده ليه قال 1000 ما قالش مليون أو مليار؟ لأن العرب ما كانوش يعرفوا لغة في الأرقام الحسابية أزيد من ال1000. آخر رقم عندهم هو ال1000. ولذلك كان الواحد اللي يمتلك مليون دينار كان يقول عندي 1000 دينار. واضح كده؟ يبقى إذا ما فيش حد يعرف قدر ليلة القدر ولا ثوابها على الحقيقة إلا الله. فده من المخبئات اللي يوم القيامة لما نيجي بقى كده ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يخبرنا المولى عز وجل عن أجر الصبر اللي صبرناه في الدنيا، عن أجر الصيام اللي صمناه ابتغاء وجه الله، عن أجر ليلة القدر اللي قمناها ابتغاء مرضات الله، وعن كل خير عملناه ابتغاء مرضات الله في أشياء معينة لن نعلم ثوابها إلا يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نخش بقى في الموضوع، وعايزين بقى يعني إيه الخلاصة بقى، إزاي فعلا نفوز كل سنة. وركزوا معايا والله العظيم درس النهاردة في غاية الأهمية، أتمنى ملايين البشر يسمعوه، أتمنى ورب الكعبة، وأتمنى فعلا أن كل الدنيا تسمع هذا المقطع بالذات. خدوا بالكم بقى إزاي بقى نفوز كل سنة بثواب ليلة القدر 100,000 مرة. طبعا هنا الرقم ليس مقصودا، يعني إيه؟ يعني أنا مش قصدي 100,000 بالذات، يعني ممكن يكون مليون، ممكن يكون أكتر، ممكن يكون مليار. خدوا بالكم، بس أنا بدي رقم كبير شوية، وهو ممكن يكون الأجر والثواب أعظم من كده بكتير. بداية ليلة القدر محدش يعرف ثوابها إلا الله، ثوابها عظيم جدا جدا فوق ما تتصوروا. لأن لما النبي قال إن في بني إسرائيل رجل خرج بنفسه وماله 1000 شهر مجاهدا ففني ماله ونال الشهادة، يعني أنفق المال ويعني نال الشهادة في سبيل الله وقتل. فالصحابة قالوا وأن لنا مثل هذه الأعمار حتى نجاهد مثله، يعني احنا ازاي هيبقى عندنا 1000 شهر في عمرنا نقدر نجاهد فيه يا رسول الله؟ ازاي ندرك الخير ده؟ فنزل قول الله عز وجل ليلة القدر، يعني لو قمتوها خير من 1000 شهر جهاد وعبادة وبذل مال في سبيل الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ يبقى بداية ليلة القدر ما حدش يعرف أجرها إلا الله. طيب الحاجة التانية، إن لو فزنا بقى كمان بليلة القدر ديت 100,000 مرة كل سنة أو مليون مرة أو أكثر أو في ليلة أصلا ما يعرفش أجرها إلا الله، يبقى الثواب شيء لا يخطر على قلب بشر. أيوة رب الكعبة. طب برضو عايزين برضو المفيد، إيه إزاي الطريقة بقى اللي ممكن نفوز بيها بليلة القدر كل سنة 100,000 وانت طالع يعني يعني وزيادة؟ أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لأن أي عمل مهما كان بقى قدرنا نتفنن في الحصول على ثواب عالي فيه من غير إخلاص فهو هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. رقم 2 الاستعانة بالله، لأنه لن نستطيع أن نقوم ليلة القدر كما أراد الله سبحانه وتعالى، ولن نستطيع أن نقوم بأي عبادة إلا بإعانة من الله. ولذلك كان حديث المحب لمن يحب من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ثم للأمة كما عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والله يا معاذ إني لأحبك في الله. يا بختك يا سيدنا معاذ، يعني أنا متخيل نفسي لو مكان سيدنا معاذ بعدها أتمنى بقى خلاص، يعني أنا مش عايز حاجة من الدنيا بقى. سبحان الله. قال والله يا معاذ إني لأحبك في الله. طب رسالة المحب بقى ووصية المحب، قال فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله، يبقى لن يعيننا على العبادة إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم 3 بقى، وده اللي هنخش بقى في الموضوع، الأخذ بالأسباب. يبقى إخلاص النية لله، الاستعانة بالله، والأخذ بالأسباب. إيه هي بقى الأسباب يا شيخ محمود؟ هقول لكم بقى على الزتونة اللي من خلالها إن شاء الله نحصل على الأجر والثواب العظيم ده. طيب أول حاجة الصلاة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان. طب يا شيخ محمود معلش بقى خلينا واقعيين بقى،
احنا مين النهارده معاه 40 50 ألف جنيه عشان يطلع عمرة في آخر رمضان، وشوف الفندق بقى بكام، وشوف وغير الهدايا عشان أروح أصلي العشر الأواخر من رمضان في الحرم. هقول لكم الحديث الأول وبعد كده أقول لكم تعملوا إيه. مفيش حاجة عندنا ملهاش بديل، كل حاجة بفضل الله ليها حل، لأن ديننا هو دين اليسر، هو أجمل وأعظم دين في الكون بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. قل لي طب ده النبي هنا بيتكلم صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ما بيتكلمش عن ليلة القدر يا شيخ محمود. أقول لك: وهل يقصد من ليلة القدر إلا القيام والصلاة فيها؟ اسمع لقول النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى من قام، ما قالش من ذكر من قرأ من عمل من، يعني بس يبقى القيام الصلاة هي المقصود الأول في هذه الليلة، ثم بعد ذلك تأتي بقى العبادات العظيمة التي لا نقلل من شأنها أبدا، كقراءة القرآن وكالذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة الناس على الخير وبر الوالدين وإكرام اليتامى والصدقات ولو يسير إلى غير ذلك. فالمقصود من ليلة القدر قيام ليلة القدر. طيب أنا ما معيش بقى يا شيخ محمود إن أنا أروح أعمل عمرة ب50,000 جنيه في العشر الأواخر من رمضان علشان أصلي العشر الأواخر في الحرم. أقول لك: تاهت والإناهة. الله، كل حاجة لها مخرج في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نستحضر النية الطيبة. إزاي يا شيخ محمود؟ يعني أقول بيني وبين نفسي النية محلها القلب: والله يا رب لو معايا والله العظيم لكنت طلعت وعملت العمرة مش ب50,000، ده لو ب100,000 يا ربي، عشان أصلي العشر الأواخر في الحرم وأفوز بكل ليلة قدر كأني قمتها 100,000 مرة في الحرم. ممكن آخد نفس الأجر؟ أيوة رب الكعبة، لو صدقنا في النية مع الله والله ناخد نفس الأجر. إيه الدليل على كده؟ إيه الدليل على كده؟ بفضل الله سبحانه وتعالى حديثين. الحديث الأول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، يعني لو إنسان صدق مع ربنا وسأل الله الشهادة بصدق، ربنا يوم القيامة هيبلغ هذا العبد منازل الشهداء وإن مات هذا العبد في الدنيا على فراشه. الله أكبر. طب والحديث الثاني؟ الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما بعض الناس تخلفوا بسبب العذر أو المرض أو مش لاقيين الدبة عشان يطلعوا مع النبي يجاهدوا، فقال النبي للصحابة في تبوك بعد حوالي 1000 كيلو من المدينة، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. الله أكبر. يعني ناس طلعت ماشية في الصحراء 1000 كيلو لحد ما وصلت تبوك، وفي ناس نايمة مريضة في المدينة أو عندها عذر إن هم ما معهمش دبة يطلعوا يجاهدوا بيها أو معهمش أي حاجة، فعندهم عذر، تمام؟ فهؤلاء أخلصوا النية لله وكان نفسهم يطلعوا بس ما قدروش، فخدوا نفس الأجر بتاع اللي مشوا 1000 كيلو لحد ما وصلوا تبوك بفضل الله، لأنهم كانوا يعتقبون على البعير الواحد. يعني ما كانش طول ال1000 كيلو هو راكب على الجمل أو على الحصان، لأ، ده كانوا 3 بيبدلوا مع بعض مثلًا أو أكثر. شوف قد إيه، ده يركب 10 كيلو، ده يركب 10 كيلو، ده يركب 10 كيلو، فالتاني ماشي على رجليه 20 كيلو. خدتوا بالكم الموضوع عامل إزاي؟ يبقى إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم أو إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر أو حبسهم المرض. يبقى أدي أول حاجة، استحضروا النية، استحضروا النية الآن. والله يا رب لو معايا فلوس أطلع العشرة الأواخر لكنت طلعت عشان أصليهم في المسجد الحرام وآخد أجر الصلاة مش 100,000 مرة. إحنا قلنا إن الصلاة في المسجد الحرام لا يعلم أجرها وثوابها إلا الله، لكن هو اللفظ اللي جه في الحديث أنها أفضل من 100,000، هي مش ب100,000، أفضل من 100,000. فلو سلمنا حتى أنها ب100,000 يبقى نفوز بليلة القدر 100,000 مرة لو صليناها في هذا المكان الطاهر المبارك. كذلك
الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نفس الحكاية، ما معيش فلوس، لو معايا أطلع يا رب وأروح أصلي هناك، والصلاة في مسجد النبي مش ب1000 صلاة، إنما هي أفضل من 1000 صلاة. وقلنا وبنكرر دايما كلمة ال1000 هنا غير مقصودة، لأن النبي بيخاطبهم بآخر رقم هم يعرفوه. طيب رقم 3: الدلالة على الخير. خدوا بالكم بقى، الدال على الخير كفاعله. أنا لما أجي النهاردة مثلا في أول رمضان واجي اكلم الناس من خلال مقطع او من خلال نشر بوست: يا جماعه الخير احرصوا على السفر للعمره في رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه: عمره في رمضان تعدل حجه معي، تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا على ذلك وصلوا التراويح والتهجد في العشر الاواخر من رمضان في الحرم. فانا دليت الناس على خير. طيب في 30 40 واحد 50 واحد 100 واحد 1000 واحد طلعوا عملوا عمره بسبب الكلمه اللي انا قلتها ديت. كل اللي هيعملوه هناك في ميزان حسناتي، وحضرتك لو دليتي حد تمام على المقطع اللي انا قايله فكل اللي هيطلعوا في ميزان حسناتك، وحضرتك لو دليت النفس عن نفس الكلام ده وعرفت الناس الاجر والثواب ده فكل اللي هيعملوه هناك برضه في ميزان حسناتك. الدلاله على الخير. انا شغلتي في الدنيا دلال على الخير، هي دي شغلتنا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، بلغوا عني ولو ايه. فاحنا شغلتنا ندل الناس على الخير ونعمله، بس لو ما نقدرش نعمله فعلى الاقل ندل الناس على الخير. خدتوا بالكم؟ فكل ما ندل الناس عن فضل مثلا ليله القدر وعن فضل قيام ليلة القدر، بس نتحرى يا حبايبي، الله يبارك فيكم بالله عليكم، نتحرى ان احنا ننشر مقاطع لمشايخ من اهل السنة مش مبتدعين، لان انا بشوف على السوشيال ميديا ورب الكعبة مهازل. تبص تلاقي بدون ذكر اسماء، ما بحبش اذكر اسماء يعني، تبص تلاقي الشيخ يقول لك ايه: السورة دي لو كررتها 10 مرات في العشر الاواخر من رمضان هتلاقي الرزق تحت رجليك. طب ما جربتهاش حضرتك ليه طيب؟ وتلاقي الرزق تحت رجليك. كلام فارغ يعني. في حاجه اسمها 10 سوره اكررها 10 مرات في العشر الاواخر يجي لي الرزق تحت رجليا. في حاجه اسمها لو قرانا السوره دي 100 مره قبل العشاء و50 مره بعد الفجر هلاقي مش عارف ربنا هيفرج كرباتي. كلام يا جماعه ما يخرجش من طلبه علم فضلا عن دعاء الى الله. فتحروا حينما تنشروا، تحروا ارجوكم، لان ده كلام عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نوقع عن الله وعن رسول الله، فلا بد نحن نتحرى نشر الكلام الصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احدهم والله بدون ذكر اسماء ذكرت بالله بكل ادب على الخاص حبيبي في الله ربنا يعز حضرتك بتنشر كل يوم مقاطع كلها كذب على رسول الله، فما كان منه الا السب والشتم، ما رد ردا علميا وانما سب وشتم. فقلت الحمد لله بلغت هذه الرساله وجزاه الله خيرا. خدوا بالكم، فلازم تتحروا، الله يبارك فيكم، ده الدلاله على الخير. رقم 4: المشاركه ولو بالقليل في بناء المساجد او ترميم المساجد او فرش المساجد. بمعنى ايه؟ لقيت مسجد بيتبني مثلا في شهر شوال، في شهر ذي القعده مثلا، فقمت رايح دافع ان شاء الله 100 جنيه، 100 جنيه بنيه المشاركه في بناء المسجد، 50 جنيه، 1000 جنيه اللي ربنا ييسره لي، تمام. فكل من يصلي في هذا المسجد في رمضان، في غير رمضان، في العشر الاواخر، في ليله القدر، كل دولت فهم في ميزان حسنات من شارك في بناء المسجد وفي ميزان حسناتي بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا لابد ان نشارك في هذا الخير عشان ربنا يكرمنا، لكن ارجوكم بالله عليكم لا تكون المشاركه من خلال الاعلانات التلفزيونيه اللي بيدفع عليها ملايين الجنيهات، تمام، عشان بناء المساجد. لا، نروح لمسجد فعلا قائم قدامنا وقريب مننا ونروح ندفع للقائم على هذا المسجد مبلغ ونقول له بعد اذنك دي مشاركه في بناء المسجد. او اجيب حاجه عينيه، اروح انزل له مثلا نص طن اسمنت او طن اسمنت، او انزل له رمله، او انزل له اي حاجه يشارك بها في بناء المسجد بفضل الله، يكون كل من يعبد الله في هذا المكان يكون في ميزان حسناتي. طب معيش فلوس يا شيخ محمود ومفلس ومعيش ولا مليم،
نستحضر النية إن يا رب والله يا رب وأقسم بعظمتك وجلالك لو كان معايا فلوس مش كنت أشارك في بناء مسجد، ده أنا كنت أبني مسجد كامل بفضل الله على أعلى مستوى. أنا أسر إليكم سرًا من جوايا والله العظيم دائمًا أستحضر نية يا رب لو معايا فلوس والله لكنت أبني مسجد في حجم الحرم المكي. ناخد الأجر، ناخد الأجر ليه؟ لأن النبي قال كده: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وسّعوا نيتكم، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله." الإمام أحمد يقول لابنه: "يا بني انوِ الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرًا." الله أكبر! إذًا على قد ما تقدروا كتّروا من النيات، النية يعني بفضل الله تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، أنا ممكن آخد حسنات بالنية دون أن أفعل شيئًا، بس ما تكونش نيتي إن أنا مش هاعمل، يعني نيتي يا رب لو رزقتني مال هابني مسجد، بس ما يكونش نيتي إن لو رزقتني والله ما هابني، لأ، يكون نيتي فعلًا إن أنا هابني، لو ربنا رزقني بملايين هابني مسجد ضخم جدًا، تمام كده؟ يبقى إذًا تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. رقم 5 توزيع المصاحف على الناس، هاتوا مصاحف ميسّرة كده، حجم وسط كده أو حجم كبير أو أي حاجة، وزّعوها لحبايبكم ممن يقرؤون القرآن، وادّي له المصحف أو ادّيها المصحف. أذكر إن بنت صغيرة أظن كان عندها حوالي 8 سنوات أو 9 سنوات، كنت في الجايزة الدولية للقرآن الكريم في دبي في سنة من السنين، الكلام ده من حوالي يمكن يعني أكتر من نقول إيه، من حوالي 13 سنة. فجات وأنا في المسابقة بعد المحاضرة بتاعتي في الجايزة الدولية للقرآن الكريم، راحت قالت لي: "شيخ محمود" أظن كان اسمها شيماء أو شما حاجة زي كده، أنا كاتب اسمها عندي يعني. فقالت لي: "شيخ محمود أنا بنتك فلانة الفلانية، ممكن بعد إذن حضرتك تاخد المصحف مني هدية وتقرأ فيه؟" والله ثم والله إلى يومنا هذا عشان وعدتها أنا أقرأ في هذا المصحف، وأصلي بهذا المصحف، وأختم القرآن بهذا المصحف بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنتم هاتوا مصاحف ووزعوها على حبايبكم، واللي تدّي له مصحف قُل له: بالله عليك يعني اكرمني بإن أنت تقرأ في المصحف ده، ولو هتصلي قيام الليل بتحب المصحف اقرأ في المصحف ده. شوف بقى لو كل واحد صلى ليلة القدر بالمصحف اللي أنتِ اديتيه له أو اللي أنت اديته له، يُكتب ليلة القدر في ميزانه وميزانكم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده إيه، إعداد الطعام للصائمين والمعتكفين، ودي طبعًا من ضمن الأشياء العظيمة اللي بتقدمها نساء الأمة، ربنا يحفظ كل نساء المسلمين يا رب العالمين. إن أنتِ تقدمي طعام الإفطار للصائمين، أو الطعام للمعتكفين. طبعًا ممكن يكون ما فيش معتكفين في بعض البلاد، لكن يعني أنا باتكلم الدرس عمومًا يعني، تمام؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، كل من يقوم ليلة القدر في ميزان حسناتِك، كل من يصلي، كل من يذكر الله، كل من يقرأ القرآن، كل من يفعل أي خير في ميزان حسناتِك، وقد يكون من بينهم إنسان داعية بيدل الناس على الخير يبقى في ميزان حسناتِك وحسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي بعد كده كفالة طالب علم، إن أنا آجي مثلًا لطالب علم لقيته مثلًا بيشتغل بالنهار وبالليل يا دوب بيقرا له كلمتين وعايز يوصّل للناس دعوة، أقول له: "طيب اقعد فرّغ حياتك أنت للدعوة، طلب العلم وللدعوة إلى الله، بس إيه، بس أتحرّى إنه يكون طالب علم حقيقي، مش طالب علم مجرد فقط بس شغال يوتيوبر بيعمل مقاطع ويرمي لأ، عايز طالب علم متأسس تأسيسًا صحيحًا علميًا بفضل الله سبحانه وتعالى هيوصّل خير للناس، ويرجى من ورائه إن هو الحمد لله رب العالمين يكون سببًا في هداية الناس. فاللي زي ده أكفله بقى، أقول له: تعالَ أنت فرّغ وقتك للعبادة وللطاعة كما كان يفعل الإمام شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك. هو بيقول: أنا ما كانش ليّا في التجارة ولا عايز تجارة، لكنّي كنت أتاجر من أجل الإنفاق على أئمة المسلمين، كان بينفق على فطاحل أئمة المسلمين، كان مفرّغ حياتهم للعبادة وللطاعة ولطلب العلم والدعوة إلى الله، وهو ينفق عليهم كل شهر بفضل الله. هذا الطالب، طالب العلم، حضرتك قاعد في بيتك أو حضرتك قاعدة في بيتِك، بفضل الله سبحانه وتعالى كلما دعا أناسًا اهتدوا على إيديه، صلوا، عبدوا ربنا، قاموا ليلة القدر، صاموا رمضان، حجّوا، زكّوا، عملوا أي حاجة، كل ده في ميزانه وميزانكم بفضل الله سبحانه وتعالى، الدال على الخير كفاعله. طيب نفس المشكلة يا شيخ محمود، معيش فلوس أصرف على طالب علم، نستحضر النية، إن بالمدينة لرجالًا، نفتكر الحديث، تمام؟ وبعدين أنوي بقى من جوايا يا رب لو رزقتني أكفل طالب علم،
ما هو ممكن كل واحد يا عيني مكفي بيته بالعافيه، تمام، هاكفل طالب علم. انا بتكلم بواقعيه، انا مش بقول لك، مش برمي لكم اوهام واقول لكم يلا اصرفوا واعملوا، ما انا عارف ظروف الناس. انا بتكلم اللي معاه يصرف واللي معهوش يستحضر النيه الخالصه لوجه الله. والله يا رب لو رزقتني لاكفل طالب علم، تمام كده. طيب معيش خلاص يبقى لو رزقتني انا نويت ونيه، تاخدوا نفس النيه بتاعت من يكفل طالب العلم، بس خلي النيه اوسع. يعني مش يا رب لو رزقتني هكفل طالب علم، لا، يا رب لو رزقتني هكفل 1000 طالب علم. خلي النيه اوسع عشان يبقى الاجر اكبر بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه، تجديد النيه الصالحه بتعمير ليله القدر على امد بعيد. بمعنى انوي من جوايا، وركزوا معايا في النقطة المهمة الجميلة دي، انوي من جوايا يا رب لو رزقتني الحياة لمدة 1,000,000 سنة، والله ثم والله ثم والله لأقومن بهذه العبادة في 1,000,000 سنة، ولأصومن ولأجتهدن في العشر الأواخر من رمضان لمدة 1,000,000 سنة، يحسب لينا نفس الأجر لو عشنا 1,000,000 سنة، لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله، إيه رأيكم بقى في النية دي؟ بس إيه، تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لو رزقتني يا رب 1,000,000 سنة حياة، أنا في ال1,000,000 سنة هاعمّرها بطاعة الله. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمةً واسعة، ودي حتّة كده من بدائع الإمام رحمه الله رحمةً واسعة، بيقول: هو ليه ربنا سيخلّد الكفار في النار وسيخلّد المؤمنين في الجنة؟ مع إن المؤمن ده يا حبايبي عبد ربنا قد إيه؟ 60 سنة، طيب الحسنة ب10 أمثالها، يخش الجنة يقعد 600 سنة وبعد كده يبقى تراب، صح كده؟ ده عين العدل. طب والكافر كفر بربنا قد إيه؟ 60 سنة السيئة بمثلها مش ب10 أمثالها، يخش النار 60 سنة وبعدين يبقى تراب، صح كده؟ ده الكلام الظاهر. إنما الإمام وضّح بقى المسألة، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد أبدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا ظلم اليوم، المولى عز وجل يقول لا ظلم اليوم. خدوا بالكم بقى، الإمام بيوضح إن ربنا بيعامل العبد على النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمولى عز وجل يطلع على قلب العبد، خدوا بالكم، فيعلم من نيته الخلود في الإيمان أو في الكفر. بمعنى لو جبت واحد كافر بيعبد تمثال بوذا مثلا، قلت له لو حضرتك عشت 1,000,000 سنة يا ترى ممكن تترك التمثال بتاع بوذا دوت وتعبد ربنا؟ يقول لك لا طبعا، لو عشت 1,000,000,000 سنة فأنا عابد لبوذا. ولو جبت واحد هندوسي هتفضل كده ولا ممكن بعد فترة تتغير؟ لأ، هيقول لك أنا نيتي أبدية في إن أنا أكون هندوسي، تمام؟ فلما كانت نيته أبدية في الكفر كان جزاؤه الأبدية في النار. واضح كده؟ طب والمؤمن بقى، حضرتك وحضرتك لو سألتكم أنتم عشتوا قد إيه؟ ممكن واحد يقول لي عشت 40 واللي 50 واللي 30 واللي 20. طيب بالله عليك، لو ربنا رزقك ورزقك الحياة لمدة 1,000,000 سنة، ممكن بعد فترة كده تراجع نفسك أو تراجع نفسك وتكفري بالله؟ الحاشا لله طبعًا، إزاي أكفر بالله؟ أنا هافضل طول عمري مؤمن وأنا هافضل طول عمري مؤمنة لو عشت مش 1,000,000 سنة، مليار سنة. فلما كانت النية في الإيمان أبدية كان الجزاء هو الخلود في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وضحت المسألة؟ شفت النية عظيمة قد إيه؟ تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقلت لكم امبارح إن ممكن واحد يعيش 60 سنة، لو جمعنا أوقات الصلوات اللي بنصليها ما تجيبش 3 سنين. فواحد ما بيستحضرش النية إلا عند وقت العبادة، لكن واحد تاني ذكي ما شاء الله بيستحضر النية في كل شيء. أنا قاعد باكل وفلان قاعد بياكل قدامي، إحنا الاتنين بناكل مع بعض، هو استحضر النية إن هو عايز ياكل عشان يشبع، وأنا استحضرت النية مثلًا إن أنا باكل عشان أستعين بالطعام ده على طاعة ربي، فيبقى أكلي نفسه عبادة. بعد شوية هننام، هو هينام عشان يرتاح عشان قايم عنده شغل، وأنا بانام عشان
أنوي إن أنا شوية النوم دُولة يعينوني على طاعة الله وعلى الرزق والكسب الحلال، فيبقى نومي عبادة. شوف قد إيه؟ حتى إن النبي عليه السلام قال: "وفي بضع أحدكم صدقة، في إتيان رجل زوجته في الحلال صدقة." قالوا: "يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله بها صدقة؟" قال: "أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أليس عليه وزر؟" قالوا: "بلى." قال: "كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر." في كل شيء في مناحي الحياة نستحضر بها النية الطيبة، ناخد بها الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه رأيكم بقى في مفاجأة النهارده؟ استحضروا النية كده، النية إني والله لو معايا فلوس لاطلع ال10 الأواخر في الحرم واصلي في الحرم عشان آخد ثواب ليلة القدر أكتر من 100.000 مرة، ولو معايا يا رب لاكفل طلبة علم، ولو معايا أشارك في بناء مساجد، ولو معايا أطعم المعتكفين وأطعم الصائمين، ولو معايا خذوا بالأسباب. والمحاضرة دي أو الدرس ده أتمنى شيروه للدنيا كلها تسمعوا فيه خير كتير جدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم أهلنا وأحبابنا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا حسن الخاتمة، وأن ترزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأن تتم النعمة علينا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقائنا بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.